ازيكم يا شباب؟ ده الجزء الاخير من باتمان الضاحك. النهارده هنشوف نهاية القصة وربما بداية قصة جديدة. لو ما اتفرجتش على الاجزاء اللي فاتت هتلاقيهم في علامة الاي اللي فوق. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى. ويلا بينا. باتمان الضاحك بيحقن باتمان بالسم. باتمان بيبدأ في التحول، عقله بيتغير، تفكيره بيتشوش، بيسقط على الارض بوجهه الشاحب وعينيه المليانة دم، وبيقول ضاحكا: عمرك مريت بلحظات وانت حاسس ان في مشكلة قدامك معقدة جدا وفجأة بقت منطقية، بقيت فاهمها كويس وعارف حلها؟ انا شايف كل حاجة دلوقتي. السعادة الحقيقية هي انك تصبح الهدف الذي خلقت من اجله، ان تتوقف عن القتال وتتقبل الحقيقة، ان تطلق العنان لنفسك وتتخلى عن قناعك وتصبح نفسك. انا الان سعيد. بيقف باتمان الضاحك امام باتمان قائلا: انا محق، اليس كذلك؟ خليتك تتخلى عن بروس القديم وتصبح باتمان الضاحك، انه شعور جيد، اليس كذلك يا اخي؟ بنشوف باتمان الضاحك بوجه شيطاني، وحش كاسر بيضحك بجنون، وجنبه نسخة من باتمان الطفل بيحاول يهرب من المكان. باتمان بيرد عليه: ايوه شعور جيد. باتمان الضاحك بيجاوبه: وكنت تظن انني انا الشخص السيء؟ باتمان الضاحك بيشاور بالحقنه اللي في ايده اتجاه باتمان قائلا: اول ما النور اللي في الحقنه دي يتحول للون الاحمر، ده معناها ان تحويلك قد اكتمل، دماغك اصبحت دمائي، وساعتها هقدر اخد منك البلازما اللازمه لاكمال المصل وتحويل المدينه كلها. بس ده معناه حاجه تانية يا بروس، انت اكيد عارف قصدي. باتمان بيضحك وبيرد: ايوه عارف، معناها ان في واحد بس منا هيخرج من القتال حي. باتمان الضاحك بينزل من ايده الرشاش، بيوجهه على باتمان، وفي ايده التانية الحقنة. بيبصله بيقوله: انت صح يا صديقي، اول ما النور يتحول للاحمر ده هيكون الوداع. في الوقت ده داخل كهف باتمان جريم نايت ماسك جوردن من رقبته، في ايده حقنه وعايز يسمه. اما جيمس ابن جوردن فواقف بيبصلهم، مش بيتحرك من مكانه. ابوه بيصرخ: جيمس ساعدني. باتمان جريم نايت بيرد: مش هتقدر تهرب المرة دي يا جيم، سنين طويلة وانت بتعامل ابنك كوحش، حبسه، بتقوم عليه بتجارب، عايز تخليه زيك بأخلاق مطاطية ومزيفة، بقوانين مش بتخدم غير القوي وبتدوس على الضعيف. بيفتح الحقنة، بيفضي نصها في المية، وبيكمل: ركبك دايما بتقبع على رقبته، على رقبتي، على رقبة المدينة بالكامل. جوردن بيكح وبيرد: قصدك الركبة دي؟ بيسدد ضربة قوية لباتمان جريم نايت بركبته في بطنه، بيبعده بعيد عنه، بينط بسرعة على المية. جيمس بينط وراه. جريم نايت بيصرخ: جيمس احضر لي السكينة، دعنا نقتل هذا الحقير، ستكون حليفي يا جيمس، مش زي اي روبن تاني، ستكون هذه المدينة ملك لنا. باتمان الضاحك لسه بيوجه بندقيته على باتمان، منتظر الحقنة تتحول للون الاحمر. بيبصله وبيقول له: انا فخور بيك يا بروس، الموضوع اشبه من انك تشوف طفل لسه صغير، لسه بيخطو خطواته الاولى، في ايده عصفورة لعبة عايز يرميها من على السطح عشان يشوف هتطير ولا هتقع. ياه، انا فاكر الذكريات دي كانت اسعد ذكريات في حياتي، مش عارف هقدر اعمل كده ولا لا. بيوجه الرشاش على دماغه وهو بيضحك، بيبص لباتمان ونسختهم الطفل، وبيكمل: لازم اسلم الشعلة للاجيال القادمة ليحققوا حلمي، ليكونوا افضل انتصار لي. انا محق يا بروس. الحقنة النور اللي فيها بيتحول من الاخضر للاحمر، العملية اكتملت. باتمان الضاحك بيكمل والبندقية على دماغه: والان اصبحت مثلي يا باتمان. بيزداد جنونه، بيصرخ باعلى صوته قائلا: هي دي النهاية يا بروس، كن قويا يا اخي، خد هذا العالم كافضل باتمان فينا كلنا. باتمان بيبصله وبيقول له: سافعل يا اخي، سافعل. بيعم الصمت، وفجأة وبدون مقدمات باتمان الضاحك بيطلق عشرات الطلقات على باتمان، الدماء بتتناثر في كل مكان. باتمان الضاحك بيقول: كدت ان تخدعني يا بروس، قدرت تهكر الحقنة بتاعتي وتحولها من اللون الاخضر للاحمر عشان تقنعني انك خلاص بقيت زيي. انا مش عارف ليه انت رافض تتحول بالكامل رغم انك شفت الحقيقة
الحقيقة، بس ده مش مهم، انا كنت اعز صديق ليك في العالم ده، ودلوقتي هقتلك بايدي دي. في الوقت ده باتمان جريم نايت بيقدر يقبض على جوردن، بيخنقه وبيقول له هخليك انت الاول يا جوردن اول ما انت تتحول. الحقيقه يا جيم ان الدرونز اللي نشرها باتمان في المدينه هترجع الكهف دلوقتي عشان تحمل بمضاد السم بتاع الجوكر، بس انا قدرت اتلاعب فيها واخليها تاخد مصل باتمان الضاحك. خطتنا مش اننا ننشر السم في الميه زي ما انتوا كنتوا فاكرين، بل اننا نخلي باتمان هو اللي ينشر سمنا بطائراته لشعبه. يلا يا جيم اصبح قليلا. بيمسك راس جيم وبيبدأ يغرقه في المية. جيم بيصرخ وابنه جيمس مش بيساعده. في الوقت ده باتمان بينقض على باتمان الضاحك، بيحاول يمنعه من انه يقتله، بينتزع السلاسل من ايديه، ولكن باتمان الضاحك بيطلق عليه عشرات الطلقات من رشاشه ضاحكا. اسف يا بروس ولكنك هتخسر مجددا، عليك ان تعلم شيئا قبل نهايتك، سأغير هذه المدينة بالكامل. لو انت ما ادتنيش اللي انا عايزه لأكمل المصل سأجلب بروس آخر واخد منه اللي انا عايزه. مفيش اكتر مننا في الاكوان الموازية. هنا الطفل بروس بيصرخ اتركوا ايها الوحش. باتمان الضاحك بيلتفت ليه، اوه نسيت انك موجود، تعالى يا صغير. الطفل بروس بيبدأ في الجري، بيصرخ للمساعدة. باتمان الضاحك بيجري وراه. باتمان جريم نايت لسه بيغرق جوردن، حاطط ايده على رقبته، دافن راسه في المية، وجيم على وشك الغرق. باتمان جريم نايت بيقول له لو ما فتحتش بقك دلوقتي هخلي جيمس ابنك يذبحك بايده. هيا افتح بقك، اصرخ للمساعدة، نادي على اصدقائك ايها المفتش. جيمس بيقلع قناع باتمان من على وشه، بيبص لابوه بيقول بهدوء آسف يا أبي. بروس الطفل مرعوب بيحاول يستخبى من باتمان الضاحك. باتمان الضاحك بيطلع سكينة من جيبه، بيقرب منه ضاحكا، اخرج والعب معي أيها الطفل، أوعدك إني مش هأذيك. بيبص وراه بيلاقي المكان اللي مستخبي فيه الطفل بروس، بيقرب منه ولسه هيقتله. هنا بيظهر ألفرد ماسك شوت جن وبيطلق طلقتين على باتمان الضاحك وهو بيصرخ في غضب موت أيها الشيطان، موت وارجع للجحيم الذي جئت منه. باتمان الضاحك بيتصاب بطلقة في كتفه، بيسقط على الأرض أمام ألفرد، بيبصله وبيقول أوه كدت أن تقتلني يا ألفرد، طلقتين كمان وهكون. بيكح دم وبيكمل انا عمري ما قلتلك انت ازاي انتهيت في عالمي، انت كنت اخر واحد اقتله يا ألفرد، كنت اقوى من البقية بإرادة صلبة، فخخت الكهف والقصر وقدرت تستدرجني للفخ عشان الاقي حتفي، وكنت هتنجح بالمناسبة، بس في لحظاتي الاخيرة خدعتك، اقنعتك اني لسه موجود، ان بروس اللي ربيته لسه ما ماتش، اني محتاج مساعدة وانت وافقت تساعدني. دي كانت غلطتك، انتهزت الفرصة وقدرت اقبض عليك، رميتك في السجن لمدة سنة كاملة، بتشرب بق مية في اليوم وبأكلك اكل حيوانات، فضلت كل يوم ساعات طويلة اتلاعب بيك، اعمل لك غسيل مخ لغاية ما رجعت تاني خادمي المخلص. ففي عالمي أنت أقوى حليف لي يا ألفرد، أنت آخر حلفائي، والآن سلمني الفتى يا صديقي. ألفرد بيوجه بندقيته عليه وبيقول مش هسلمهولك أبدا، ابتعد أيها المسخ. باتمان الضاحك بيتغاظ، أنت فاكر إنك هتقدر تنقذ بروس؟ مفيش نسخة من ألفرد قدرت تنقذ. وقبل ما بيكمل كلامه باتمان بيركله ركلة قوية في ظهره. باتمان الضاحك بيبصله غاضبا، أنت إزاي لسه ما تحولتش؟ ليه؟ باتمان بيرد ربما أنا محظوظ. باتمان الضاحك أرجوك قولي إن دي كانت مجرد خطة منك، إنك تجيبني هنا وتخلي ألفرد يقتلني، دي خطتك العظيمة؟ باتمان بيرد في تصميم، لا هي دي خطتي. فجأة بيطلع من تحت الأرض مجموعة من الفخاخ، أسهم مدببة كلها موجهة على باتمان الضاحك. باتمان بيبصله وبيقوله بعد لقاءنا الأول حطيت الفخاخ دي في الأماكن اللي بروس وين بس يعرفها، الكهف، الحارة اللي اتقتل فيها أبونا وأمنا، القصر والجنينة. كنت عارف إنك دايما بتاخد القتال بشكل شخصي معايا أنا بالذات، وهتبقى حابب دايما تقاتلني في أماكن نعرفها إحنا الاتنين. باتمان الضاحك بيرد الأسهم دي مش هتمنعني من تنفيذ المهمة. باتمان بيبتسم، فجأة الأسهم بتنطلق اتجاه الضاحك، بتتغرس في كل حتة في جسمه، بتسبب له ألم بشع. باتمان بيكمل الأسهم دي مصممة لإيقاف دبابات أو نسخ حقيرة من باتمان. باتمان بيبصله بغيظ وبيكمل انا اعددت اصعب الخطط للدفاع عن نفسي منك، لمواجهة السم اللي زرعته جوايا. عارف ايه اللي ساعدني في ده؟ في كل الاكوان الموازية، في كل العوالم، انا اتعس باتمان، انا الاسوأ، انا الاقل فاعلية فيهم.
هي دي الحقيقة، انت كنت محق يا بروس. باتمان الضاحك بيصرخ، بيتألم، مش قادر يقاوم، صوته بيعلى وبيهز أرجاء المكان. كل ده وباتمان جريم نايت لسه بيغرق جوردن في الميه. جيمس واقف وراهم ومطلع سكينه من ظهره. باتمان الضاحك بيحاول ينتزع الاسهم المدببه من جسمه، بيقول في غضب والم: انت فعلا الاسوأ، انت نكته بايخه، نكته بنضحك عليها كلنا. باتمان بيشيل صخره محفور عليها اسم عائلته، بينزل على وش الضاحك بمنتهى القوه، بيسقطوا على الارض وبيرد. بس عارف النكته الاكبر من اسوأ باتمان؟ هو باتمان اللي بيتهزم على ايده. ليه مش بتضحك دلوقتي يا بروس؟ في الوقت ده جريم نايت لسه بيغرق جوردن في الميه. جيمس بيبصله في هدوء، ولكنه فجأة بينفعل، بيغرس سكينته في كتف جريم نايت صارخا: عارف احساسي ايه كل السنين اللي فاتت دي يا ابي؟ كل ده وباتمان لسه بينهال على الضاحك بالضرب، بينزل على راسه بالحجر العملاق، بيسقطه على الارض وبيدوس على وشه بجزمته صارخا: انت كنت صح يا اخي، دي اسعد لحظة في حياتي، اللحظة اللي اطلقت فيها العنانة لنفسي. ولأول مرة بنشوف باتمان الضاحك بيتوسل لحياته: ارجوك توقف، لا. بيبدأ في الجري مبتعدا عن المكان. ألفرد بيحاول يوقف باتمان، بيقول له ان عينيه لونها اتغير، انه اتحول بالكامل. سيدي توقف. ولكن باتمان خلاص اتجنن، اتحول بالكامل، اصبح شيطان وغريزة الدم سيطرت عليه. بينزل على الضاحك برجله، بيكسر ضلوعه، بيهشم وشه في الرصيف، بينزل عليه بالحجر وبيصرخ ضاحكا: بص عليه يا ألفرد وهو بيحاول يجري مني، ده اسعد احساس حسيت بيه في حياتي، كل الناس لازم تحس الاحساس ده، اتسمعوني يا جوثام؟ بيكمل ضرب، دماء الضاحك بتلطخ وش باتمان، مش قادر حتى يتكلم. باتمان بيصرخ: شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا. وهنا بيقطعوا صوت من وراه: ازيك يا باتس؟ بنشوف الجوكر واقف بيضحك، بيوجه مسدسه على باتمان قائلا: اوعى تكون نسيت اتفاقنا، لا شكر على واجب. وبوم، بتنطلق طلقة في وجه باتمان، بيعم السكوت في المكان بالكامل، بتنطفئ الأنوار وبتنتهي القصة على كده. لا لا، لسه ما انتهتش، اكيد مش هتخلص كده، لازم الخير ينتصر. الانوار بترجع ببطء، باتمان بيفتح عينيه، بيلاقي نفسه في كهفه، جسمه كله ملفوف بشاش وقارب على التعافي. بيقف امام آلة بتطلع لهيب منصهر، بيدوب كل معادن الدارك ميتال عشان يقفل اي بوابة للاكوان الموازية في جوثام. بنعرف برضو ان سبب شفائه هو نسخة بروس الطفل الصغير اللي كان معاهم. دماغه تحتوي على بلازما خاصة مضادة لسم الجوكر، ألفرد استخدمها عشان يصنع مصل يعالج بيه باتمان ويرجعه لطبيعته. ألفرد رجع الطفل لعالمه، وهو بيرجعه قال له انه في يوم من الايام ابوه وامه هيطلبوا منه يجي معاهم يشوفوا مسرحية، لازم يمنعهم من ده، لازم يوقفهم، لازم يفضلوا في البيت. وبكده ألفرد انقذه من مصيره ومصير اهله المشؤوم. بنعرف برضو ان السبب ان باتمان كان تحوله لباتمان الضاحك بطيء، مش عشان ارادته قوية وجسمه بيقاوم السم، لا، عشان الجوكر نفسه عدل السم في جسمه ليكون مفعوله أبطأ على باتمان، وده هيديله فرصة يهزم باتمان الضاحك قبل ما يتحول ليه بالكامل. الجوكر من البداية كان بيساعده لأنه كاره إن باتمان الضاحك كان بيعبث بمدينته بدون إذنه، فكان عايز باتمان يقضي عليه عشان يرجعوا لمغامراتهم تاني سوا. بنشوف باتمان الضاحك محبوس في سجنه في مقر فرقة العدالة، متكتف بأسلحة كهرومغناطيسية، محاصر من كل اتجاه وغير قادر على الحراك. باتمان بيكمل كلامه: الحقيقة يا ألفرد إن كل نسخ باتمان في كل الأكوان الموازية هم أفضل مني، أسعد مني بكتير، غيروا فعلا مدينتهم سواء كانوا لابسين العباءة أو تخلوا عنها من أجل الطموح والعائلة. باتمان الضاحك كان عنده حق، جوثام اتبنت للغزو والدماء، ربما من الأفضل لو كان الكل اتحقن بسم الجوكر ووصلوا فعلا للسعادة الحقيقية زي ما هو بيقول. ألفرد بيرد: انت قصدك؟ باتمان بيكمل: انا بقول ان الوحش ده ما كانش مخطئ يا ألفرد، كان كابوس مبني على الحقيقة. ألفرد: ده كلام الجوكر يا سيدي. باتمان: لا، الجوكر كان مؤمن ان مفيش اي هدف من اي حاجة بنعملها، لو تقبلنا ده هننتصر. انا شايف ان في معنى لكل فعل بنعمله وايماننا ده هيخلينا ننتصر. اما هذا الوحش شايف ان حرفيا حياتنا بدون اي معنى، الحاجة الوحيدة اللي بتدينا قيمة ومعنى هي اننا ننتصر. كلامه بيخليني خايف يا ألفرد، خايف من انه يكون صح. بدون اي معنى او هدف للي بنعمله، فالبشر مجرد وحوش انانيين بغرائز حيوانية. باتمان بيكمل: تعرف يا ألفرد، الخفاش مش بيطير زي اي طائر في العالم، مش بيعتمد على عظامه والريش اللي في اجنحته، لا،
هو بيفرد ايده ومن لحمه بيصنع جلد بين صوابعه، جلد بيخليه قادر على الطيران. الخفاش بيتحدى كل العوائق عشان يقدر يعمل حاجة مفيش جنس من الثدييات بيعملها الا هو، الا وهي الطيران. هو ده انا يا ألفرد، كل يوم بحاول اتحدى نفسي، بكسر عوائق، بحاول اكون افضل نسخة مني. حقيقتي كنت عارفها من زمان، من ايام ما كنت طفل صغير مبسوط بيلعب مع اهله في جنينة القصر. شكرا ليك يا ألفرد. باتمان مش انك تكون عارف انت مين، بل انك تكون عارف انت عايز تبقى ايه. انت كنت دايما طول الوقت ده بتفكرني بده كل ما ابتعد عن الطريق. ألفرد بيرد: سيدي اشكرك على كلماتك دي، بس انت مخطئ في حاجة. انا فحصت سم الجوكر في المعمل بعد ما حقنتك بالمصل المضاد ليه، لقيت ان الجوكر مغيرش اي حاجة في التركيبة بتاعته عشان يكون مفعوله ابطأ. باتمان بيرد: ده مستحيل ألفرد، محدش بيكره هذا المهرج اكتر مني، بس ايه افضل نكتة من وجهة نظرك؟ انك تسيب باتمان ينتصر لوحده، ولا انك تتلاعب بيه عشان تخليه فاكر انه انتصر بسببك؟ ده الجوكر يا سيدي، عايز ياخد فضل انتصارك على الضاحك، اكنه ساعدك، اكنه غير السم اللي جواه وخلى مفعوله ابطأ رغم انك عملت كل حاجة لوحدك. باتمان بيضحك ضحكة بسيطة. ألفرد بيهزر وبيقول له: هو ده افضل حاجة عندك؟ انا عارف ان باتمان مش بيضحك، بس برضه باتمان بيقطعه: ما تقلقش يا ألفرد، بضحك من جوايا. في الوقت ده بنشوف جوردن بيتنقل بين شوارع المدينة وسط العربيات. عربية بتقف أمامه مرة واحدة بعد أن كادت تدوس عليه. صاحب العربية بيصرخ في وشه: ركز وانت معدي يا رجل. جوردن بيشاور له قائلا: آسف آسف. صاحب العربية بيلاحظ انه المفتش جوردن، فبيتراجع وبيقول له: ايها المفتش، انت كويس؟ شكلك متغير. جوردن بيضحك ضحكة خفيفة، بيقلع نضارته لتظهر عيونه الحمراء مليئة بالدم، اتصاب بسم الجوكر. بيقف امام السائق وبيقول له: انا مش بس كويس، انا في اسعد حالة في حياتي. وتنتهي القصه على كده يا اخوانا. اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعملوا سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعلوا جرس التنبيهات لو حبيتوا القصه وحابين المحتوى. وبيس.